السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم قناة وصفات لذيذة مع ايمان. اليوم جينا راح ندير وصفة تاع كيكة بالشيكولا وبالكاكاو وبشوية الجوز. والجوز اختياري، اللي تحب تدي الجوز اللي تحب تدي الكاوكاو. نفوتوا للمقادير. لهنا عندي 100 غرام تاع زبدة، ولهنا عندي زوج باكية تاع شيكولا كما راكم تشوفوا، كل واحد يدير حسب الذوق. عندي حبيبه تاع الجوز اللي نحتاجهم في التزيين، خليتهم حبات كاملين. عندي 3 بيض. الفارينه راح ندي منها كاس واحد. عندي 2 مغارف كاكاو، وعندي كميه من الجوز المكسر ماهوش مرحي، مكسراته فقط كان خليته خشين. وانا قلت لكم حريه الاختيار، تحبوا تدوا الكاكاو ولا قادرين تستغنوا عليه نهائيا. وعندي نص كاس نتاع سكر اللي هذا نفسه نعاود ندي به كاس تاع الفارينه. وعندي باكي تاع الخميره. نبداو اول حاجه في الكيكه هذه، نجيبو الوعاء تاعنا اللي راح نخدمو فيه، نحطو زوج باكيه تاع الشيكولا مع 100 غرام تاع زبده، نذوبوهم على بخار مائي. بعد ما يذوبوا نولو نكملو الحلوى تاعنا. لهنا بعد ما حطيت الشيكولا والزبده يذوبوا، نجي لهنا نوجدوا الخليط اللي هو مزيج من البيض والسكر. نخلطوهم مليح حتى يذوب لي السكر. نزيدوا ليه الكاس تاع السكر، عفوا نص كاس تاع السكر، ونخلطه جيدا. بسم الله. لهنا بعد ما طلعتهم دوك نروح نجيب الشيكولا والزبده ونضيفوهم على بعضهم. شوفوا معايا لهنا القوام اللي تحصلت عليه بعد ما ذبت الزبده مع الشيكولا. ضروري انها تلحق. ودوكا هي الان مادامها سخونه على بها استخدمت الباطير انايا، هما قادرين تستغناو عليها، لكن باش نيفيتيو البيض هكا ما يطيبلناش ضروري نكونوا مشغلين الباطير. كمل هبطو كامل عليه، نخلطوه بسرعه باش هكا ما يطيبلناش البيض فقط. ضروري نخلطوه نخلوه ما شاء الله. نحي الخليط هذا نخليه بجهه، ونجيب لهنا باش نحط ندير كاس كيلو هذا نتاع الفارينه. هذا كاس الفارينه بعد ما عمرته. الناس اللي حابه تدير ذوق الفانيليا ولا يخلوا الكيكه نتاعهم بيضاء، تدو لهنايا الشيكولا البيضاء بدل ما ديت انايا الشيكولا بالحليب ولا الشيكولا السوداء، وبدل الكاكاو تخلوها ديروها كاس ونص فارينه. انا لهنا عندي 2 مغارف كبار ما يعادل نصف كاس من هذا، سميتو لكم كاس ونص فارينه. تقدروا تستغناو على الكاكاو في حاله ما اذا حبيتوا الكيكه بيضاء نتاعكم. نجي لهنا ونخلطوا المزيج جيدا، تعود مزيج ما بين الكاكاو باش هكاك نحطهم في الكيكه يعودوا مفرقين متساويين توزعين كامل كيف. نزيدوا عليهم الباكي تاع الخميره، نخلطوا المواد الجافه كل مع بعضها، نخلطوها جيدا. ومن بعد نواصلوا في عمليه صنع الكيكه هذه. بعد ما خلطنا جميع المواد الجافه نرجعوا للخليط الاول تاعنا ونضيفوا عليه الجوز المكسر. يعني قلت لكم مكسر ماهوش ارطب، ونضيف عليه الخليط هذا ونخلطه جيدا. بسم الله. لهنا في المرحله هذه تقدروا تستغنوا على الباطير، تقدروا تخلطوا غير بيديكم فقط، سواء بالفوي ولا بالسباتول ولا يعني عادي، مش ضروريه لهنا. لكن
ولكن المهم نكونوا متاكدين مليح من المكونات كامل كتخلط لنا. شوفوا القوام اللي تحصلوا عليه، قوام ما شاء الله يهبل. هنا بعد ما نشد معايا الخليط، شوفوا القوام راهو ما شاء الله، والريحه ربي يبارك تهبل. لهنا جبت المول تاعي حطيت فيه لو بابيسير. المول هذا الطول تاعو 30 على 25 سنتيم. نحطوا عليه الخليط بسم الله، نحاولوا نفرغوه ونوزعوه بالتساوي. كيكه هذه ما شاء الله عندها خليط ملكي، تستاهل ان نجربوها. نسطحوها مليح، نتاكدوا من التوزيع نتاعها كامل على البلاطو. بعد ما كملنا سوينا لها السطح نتاعها، لهنا راح نجيب حبيبات تاع الشيكولا، كل واحد يدي الذوق اللي يحبه وعلى حسب ما يتوفر عندك في البيت. لهنا عندي حبيبات جوز، وديما راني نقول اختياريين، هادم كل واحد على حسب المقدور تاعو، تحبي تديه ولا تخليه الجوز ولا ديه كاوكاو، ولا كل واحد له حريه الاختيار. نحاول نحطهم غير من الفوق هكا، يعني حطان عشوائي، مش شرط يكونوا معدولين ولا مستفين كيف كيف، ولا كملوا زينوها كامل هكا. الان بعد ما كملنا وجدناها ندخلوها طيب على الفرن. ديجا كنت مسخنته على 220 درجه، تدي معكم الوقت حوالي 20 دقيقه هكاك. وكل وحده وحسب الفرن تاعها. نحطوها في الطابق الثالث، نقصوا عليها النار حتى لدرجه 180 درجه، وهكا ان شاء الله. من بعد نتلاقاو بعد ما طيب معنا الكيكه نتاعنا. هذه الكيكه تاعنا بعد ما وجدت راكم تشوفوا راهو القوام ما شاء الله تاعها، شكلها يشهي. اما الريحه ما نحكي لكمش، راح حتى نسيوها. الان نجو لهنا ونحيو القيمه بعضنا بسم الله باش تشوفوها. القوام تاعها لداخل راهي الشيشه بزاف ربي يبارك، تلقاوها قوام ربي. شوفوا لهنا من هنا الهزال راهي تهز معاكم بكل سهوله كما راكم تشوفوا. والشيء اللي هنا كديروا بابيسير هو اللي راح يعاونكم بزاف يعني في الطياب تاعها. شوفوا معايا القوام ولا اروع. كما راكم تشوفوا هذه كانت الكيكه تاعنا لنهار اليوم. شوفوا هنا كي نقسموها نلقاو حبه الشوكولا دايبه هذيك، الله الله. هاوليكم القوام تاع الكيكه تاعنا لنهار اليوم. دوكا ما بقى لي نقول لكم البنات غير طلعوا لي في رواحكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات واحده اخرى. وما تنسوناش بلابوني وبالجيم وبالكومونتير طبعا، والى اللقاء.